خرافة نقاط الضعف والقوة. طبعا انتم متوقعين اني اتكلم في الكبسولة دي عن ازاي تكتشف نقاط الضعف والقوة لأي مشروع. انا هرد عليك وهقول لك هقاو عليك واحد وهفاجئك، ومش هجاوب على السؤال ده لانها خرافة، وعن خبرة وشغل وتعامل مفيش حاجة اسمها نقاط ضعف وقوة. في حاجة اسمها facts او حقائق او معلومات وبيانات حقيقية ومؤكدة، اللي منها ظهر المصطلح اللي احنا بنردده في عالمنا وبنؤمن بيه وبنعمل بيه، وهو data is money. يعني الداتا والمعلومات تساوي فلوس، او هي غالية الثمن جدا ان ما كانتش اغلى حاجة في الحقيقة. ما تنساش معلومات جاية في الاصل من علم ومعرفة النو هاو او طريقة عمل الشيء. علشان كده المعادلة الثابتة اللي انت محتاجها عشان تبدأ مشروعك او تتخذ الخطوات اللي هتوصلك بإذن الله لهدفك ببساطة هي الصدق يساوي الحق وينتج عنه الحقيقة او التحقيق او التحقق. وبناء عليه لما بتحدد هدفك او المشروع اللي نفسك تعمله وبتدرسه كويس وتبتدي تحط الخطة الخاصة بيك اللي أساسها صدقك مع نفسك أولاً والإجابات على الأسئلة المهمة اللي ذكرناها قبل كده وهفكرك بيهم في الكابشن، وتجمع المعلومات والبيانات والحقائق أو الفاكتس اللي هتبني عليهم استراتيجيتك وخطتك، هتقدر تفصل خطتك وكل خطوة فيها بمنتهى الدقة وتأيفها على حسب المعطيات اللي عندك واحتياجات مشروعك والموارد والأدوات المتوفرة والمتاحة في كل مرحلة، من غير أعذار أو أوهام ومن غير ما تضحك على نفسك وبواقعية شديدة. لأن الوصف التفصيلي اللي انت هتكون عامله هيبقى سرد للحقائق والداتا، وانت هتبقى بتكيف خطتك وتفصلها وفق هذه المعطيات والحقائق. فمفيش مجال أصلا انه يكون في حاجة اسمها نقاط ضعف أو قوة، لأنك اتخذت إجراءات وخطوات مبنية على حقائق، فبالتالي قراراتك وحلولك مناسبة للمعطيات اللي عندك. لسه هنتقابل إن شاء الله في الخرافة الرابعة.